بص، خليني اسالك سؤال بسيط كده في الاول. انت اخر مره حسيت فيها انك ماشي لقدام في حياتك كانت امتى؟ مش اخر مره اتفرجت على فيديو ولا فتحت السوشيال ميديا وقعدت تقول 5 دقايق بس عند 10 دي وتقفل بعدها بعد 3 ساعات. انا بسالك عن اخر مره كنت بتجرب فيها من حلمك، بتجرب من النسخه اللي نفسك تبقى عليها. لو سكت شويه وانت بتفكر في الاجابه يبقى غالبا انت فاهم انا بتكلم عليه بالظبط. خليني اقول لك الحقيقه اللي محدش بيحب يسمعها، انت مش واقف مكانك، انت بتتاخر. ايوه الكلمه تقيله شويه بس خلينا صراحه مع بعض. الوقت مش بيقف عشانك ولا بيقول لك خد راحتك ولا مستنيك تظبط مزاجك الاول اساسا. الوقت ده عامل زي القطر السريع، يا اما هتركبه يا اما هتفضل واقف تتفرج عليه وهو ماشي وبعدها هتقول يا ريتني ركبت. عارف ايه اكتر جمله بنضحك بيها على نفسنا؟ لسه قدامي وقت. الجمله دي اخطر من اي فشل لانها بتخليك ترتاح وانت في الحقيقه بتضيع اساس. في ناس بتفضل تستنى اللحظه المثاليه، المزاج المثالي، الظروف المثاليه، وطبعا اللحظه دي مش بتيجي ولا هتيجي اساسا. خليني اقول لك حاجه يمكن تضحك بس هي فعلا حقيقه. في ناس مثلا بتتفرج على فيديوهات تحفيز، تتحمس جدا في الاول، بتحس انها تفتح شركه بكره، وبعدين تلاقيها بتقوم حط الكاتل حط الشاي وبعدها نام. والله العظيم ده بيحصل لان ناس كتير فاكره ان التحفيز ده احساس، ولكن الحقيقه التحفيز ده قرار انك تقوم تعمل حاجه حتى وانت مش حاسس باي طاقه اساسا، حتى وانت مش واثق، حتى وانت خايف. خليني اسالك سؤال تاني. لا مش انت. ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لو انت حاولت؟ غالبا هتغلط وهتتعلم وهتجرب تاني، بس عارف اسوأ حاجه ممكن تحصل لو ما حاولتش؟ انك تفضل طول عمرك قاعد مكانك بتتخيل نفسك هو انا هبقى ايه من غير ما تعرف اصلا انت هتبقى بجد. المشكله مش انك شاطر ولا انك مش موهوب ولا ان الدنيا ضدك، المشكله انك اتعودت تتفرج على ناس بتنجح، ناس بتبدا مشاريع، تتفرج على ناس بتبدا تغير حياتها وبتغير وبتكمل، وانت قاعد في المدرجات بتشجع وعمرك ما تنزل الملعب. خليني اقول لك سر صغير عن الناس التقيله فعلا. الكاريزما مش صوت عالي ولا منظر ولا استعراض، الكاريزما انك تبقى شخص بيكمل ومستمر في طريقه، انك تقول هعمل حاجه وتعملها، انك تبدا حتى لو البدايه دي كان شكلها ضعيف، انك تقع وترجع تقوم من غير دراما ومن غير اعلان رسمي على السوشيال ميديا. الناس بتحترم اللي ما يكمل مش اللي ما يتكلم كتير، وفي فرق كبير بين واحد نفسه ينجح وواحد قرر انه ينجح. الاول بيستنى الحماس، التاني بيشتغل حتى ولو هو زهقان. خلينا اكون صريح معاك، النسخه اللي انت نفسك تبقى عليها مستنياك في الناحيه التانيه من التعب، مستنياك بعد المحاولات الكتير اللي فشلت، بعد الايام اللي هتحس فيها انك مش عايز تكمل ولكن انت بتكمل، بعد اللحظات اللي هتشك فيها في نفسك. بص خدها قاعده، مفيش نسخه قويه منك هتطلع وانت مرتاح طول الوقت وانت قاعد كده مش بتعمل حاجه. ودلوقتي خليني اقول لك هدف الفيديو ده بكل وضوح. الهدف مش انك تتحمس 5 دقايق زي مده الفيديو ولا انك تسمع كلام حلو وخلاص. الهدف انك بعد ما تخلص الفيديو ده تاخد خطوه واحده بس، خطوه واحده بس حتى لو صغير، مذاكره صفحه، تبدا تمارين، تشتغل على مهاره، تكتب فكره مشروع، تتعلم حاجه جديده. مش مهم حجم الخطوه، المهم انها تبقى بدايه. بص عمرك مش بيعدي مره واحده، عمرك بيعدي يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، قرار ورا قرار، تاجيل ورا تاجيل، وفي يوم هتصحى وتكتشف ان السنين جرت وانت قاعد مكانك وتقول هبدا بكره، هبدا قريب. ارمي نفسك. انا مش عايزك تبقى شخص بيتفرج على حياته، انا عايزك تبقى البطل بتاعها، الهيرو بتاعها، حتى لو البدايه متلخبطه، حتى لو الطريق مش واضح، حتى ولو محدش مصدقك. ابدا لنفسك. ولو وصلت للنقطه دي في الفيديو يبقى غالبا جواك صوت صغير بيقول لك قوم جرب ابدا، ما تسكتش ولا تسيب الصوت ده، لان الصوت ده هو الفرق بين نسخه هتفضل تحلم ونسخه هتحقق. قوم خد خطوه، وعادي لو وقعت، والله كلنا بنقع، بس اكتر حاجه انك تفضل قاعد بتتفرج لحد ما عمرك يعدي وانت لسه مستني تبدا. فوق لنفسك يا باشا، صدقني محدش هينفعك، قسما بالله ما حد هينفعك، انت الوحيد اللي تقدر تنفع نفسك. لما تقعد تفكر مع نفسك كده ان انت وسط ضغوطات وهموم و مشاكل حاجه كتير، وتقوم من كل ده تبدا وتشتغل على نفسك حتى لو انت زهقان، حتى لو انت مش قادر، حتى لو انت مش عايز اي حاجه. قوم وابدا وكمل وشوف حلمك، وخلي اللي اتريق عليك قبل كده يرجع يقول انا نفسي ابقى زيك. انت عملت كده ازاي؟ انا عايز ابقى زيك. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.